ايوه، انا اللي بيقولوا عليها تشتري بطيخ يطلع احمر تشتري فاكهه تطلع سكر، وده لان الحمد لله بقى عندي خبره كافيه تاهلني ان انا اعرف انقي الحاجه من غير الاستعانه بحد، واعرف انقي الفاكهه حلوه قوي، واقول لك على العلامات اللي لما تلاقيها تشتري الفاكهه دي فورا. زي الكنتالوب كده، بما ان احنا في موسم الكنتالوب فتعالى اقول لك بقى ازاي تنقي الكنتالوبيه وتطلع مسكره وعسل نحل، يمكن احلى كمان من عسل النحل. اول علامه لازم يكون خاليه من اي اصابات او اي امراض، وطبعا الحاجات دي بتبقى باينه جدا على الثمره من بره. تاني علامة ودي أهمها على الإطلاق، مش هقولك الحجم. الحجم في الكنتالوب ما بيفرقش خالص، الصغيرة زي الكبيرة. الشبكة دي يا جماعة، كل ما الشبكة دي شايفين الخطوط دي، الخطوط المتداخلة دي، كل ما زادت وكل ما كانت كاسية الكنتالوبية من بره، كل ما كان دلالة على إن الكنتالوبية دي هتكون عسل نحل من جوه. زي ما انت شايفة كده أهي، مفيش أي مكان أملس، مفيش أي مكان ناعم، كل ما كان المكان مخربش زي ما انت شايفة كده، معناها إن الكنتالوبية دي هتبقى عسل نحل. على عكس تماما بقى لو لقيتي الكنتالوبية ناعمة زي ما انت شايفه كده زي الخيار، يعني عايزه اقول لك تجنبيها. انا جبت واحده بس علشان اوريكم الفرق، لان طعمها بيكون ما فيهوش اي سوائل، بتبقى ناشفه زي الخيار كده، وبتبقى طعمها مسخ جدا. تعالى اقول لك بقى، لو جالك اصلا حد جايب لك كده ضيف وهو جاي كنتالوب وما كانش عارف ينقيه، تعالى اقول لك ازاي تتعاملي معاه وازاي تطلعي منه حاجه حلوه قوي وهتعجبك انت والولاد. ده طبعا الكنتالوب المسكر بيكون قلبه ماي كده، وبيكون البذور بتاعته فيها نسبه من السوائل كبيره قوي، على عكس الكنتالوبيه اللي بتكون اوريدي اصلا ما فيهاش سكر ومش مسكره. هوريكي الفرق ما بين قلب دي وقلب دي. ده لحد دلوقتي انا بقشر المسكر زي ما انتم شايفين كده، بيكون قلبها فيه ميه وبيكون لسه فيه سوائل، وكمان فيها جزء كمان من لحم الكنتالوب. على عكس بقى، بصوا تعالوا نفتح كده المسخه ونشوف قلبها عامل ازاي. شايفين مليفه، تحسوا كده ان ما فيهاش اي سوائل. تعالى بقى اقول لك، لو جالك الكنتالوب ماسخ تعملي فيه ايه. طبعا هنعمل ميكس دلوقتي تحفه. دي المسكره عايزه اقول لك اتاكلت في وقتها. اما المسخه بقى، تعالى اقول لك انا اتعاملت معاها ازاي. بعمل فيها حاجه اختراع والله يا جماعه، ميكس تحفه. رحت على الغيط بتاعي، قطعت لي كده عودين من النعناع الفريش اللي كانت ريحتهم حلوه قوي، وبعدين غسلتهم وجبت الورق بتاعهم حطيتهم في الهون. ايوه ما تستغربيش، ايوه حطيتهم في الهون. وجبت ايه بقى يا جماعه، رحت جايبه بعد ما قطفت الورق زي ما انتم شايفين كده معلقتين من السكر العادي بتاعنا، السكر العادي بتاع التموين بتاعنا، وحطيته على ورق النعناع دوت، وجبت مدقه الهون وابتديت ان انا افرك كل ده في بعضه. اول ما عملت كده بقى شم روايح تجنن بجد والله يا جماعه تحفه. وبعدين خدت السكر اللي بالنعناع ده وحطيته على الكنتالوبيه المسخه، وعايزه اقول لك مفيش حد ضاقه عندي حتى في العادي الا وانبهر من الحاجه. حاجه بسيطه جدا اهي، بس فرقت جدا جدا في الطعم. طبعا لو انت مش حابه الطريقه دي، عندك طرق كتير قوي، يعني ممكن تعمليه عصير حلو قوي في الجو الحر ده. عايزه اقول لك الميكس ده في الحر منعش بشكل مش طبيعي. انك تجيبي الكنتالوب وتعمليه في الخلاط عصير مع كام عود نعناع كده وشويه سكر، بقى عندك عصير حلو قوي. ان انت كمان تعمليه على تجيبي برده حليب وشويه فانيليا وسكر، بقى عندك عصير كنتالوب حلو جدا. والميكس ده كمان حلو قوي. كمان تقدري تضربيه في الخلاط مع ايس كريم فانيليا، بقى عندك ميلك شيك كانتالوب ملوش حل. وعايزه اقول لك ان الكانتالوب من الفواكه اللي طعمها قوي جدا وبيفرض نفسه على اي حاجه. لو عجبك الفيديو بقى يا ريت لايك وشير، واتمنى لك كل خير، وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.